الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت ربما اهدنا الصراط المستقيم راحت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أكبر. خسارة أن تجد بعض المسلمين صلاته ناقصة أو خالف السنة أو ربما لا يؤجر أو ربما صلاته باطلة، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها الحديث. بل قال بعض أهل العلم أن الرجل يصلي ولا يؤجر على صلاته ولا يؤجر على صلاته. في صحيح البخاري: رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا جاء وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع الرجل وصلى مرة أخرى ورجع إلى النبي وسلم والنبي يعيده: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. ما عذره. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا صحيح البخاري. عند أبي داود: واقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طمأنينة مكان الصلاة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. اليوم بعض الناس أخص من ذلك الشباب، صلاة سريعة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت ربما اهدنا الصراط المستقيم راحت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. أنا ما أدري والله، ودي مرات بمسك بعض الشباب وبعض كبار السن، ما أدري يمديه يقول الله أكبر أو لا. والألباني شدد في هذا الباب: يا إخواني تكون يا مسلمين، هذه صلاتكم أول ما تسألون عنه يوم القيامة كلنا، هذه الصلاة، فإن قبلت نظر في سائر العمل، وإن ردت خاب وخسر البعيد. وأيضا من الأخطاء عند بعض المأمومين وانتشرت اليوم ونبه على بعض العلم: رفع الصوت. يا أخوان الكرام، الذي يرفع الصوت المشروع له الإمام في الصلاة الجهرية، وفي السرية أحيانا يجهر يسمع الآية والآيتين كما كان النبي يفعل. لكن اليوم صار المأمونين ما شاء الله تقول إمام الحمد لله رب العالمين، خص حتى بعضهم كبار السن: لا يا أخوان، لا ترفعون أصواتكم. الواجب عليك كما قال النووي في الأذكار الواجبة والمستحبة بقدر ما تسمع نفسك. بعضهم ما شاء الله الله أكبر، بعضهم من الصف الثالث الرابع ربنا ولك الحمد، خص بعض أبائنا وإخواننا الكبار. هذا غير مشروع، بل قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي أنه من البدع. فأنت يا مسلم تسر بقدر ما تسمع نفسك. من الأخطاء في الألفاظ: بعضهم إذا رفع قال ربنا ولك الحمد، الشكر لا تقولها، ربنا ولك الحمد فقط، ثم تكمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخطاء في الأذكار بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت. تعاليت هذه اللفظة ما لها أصل. قال ابن حجر رحمه الله: ليس لها أصل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد الله صالح الفوزان حفظه الله في كتابه أحكام المساجد: هذه اللفظة تعاليت وإن كانت من ألفاظ الثناء، لا شك أن الله متعالي، لكن ليس لها أصل ولا موطن في هذا الموطن، ليس لها أصل. فالمسلم يتقيد ويصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.